بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم إخوتي الجزائريين. ها أنا أعود لكم اليوم بفيديو جديد، وإن شاء الله سينفعنا الله بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه هو العليم الحكيم. طبعا ستقولون ماذا قال هذا المعتوه بأن أصحاب السبت موجودين في الجزائر؟ نعم، ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بلايكات وبارتاجوا الفيديو حتى تكونون كما طبق عليهم قول الدال على الخير كفاعله، وأعينونا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما نعرف أن أصحاب السبت كما روى عنهم الله عز وجل في محكم تنزيله أنهم كانوا من بنو إسرائيل. كان عندهم يوم العيد هو يوم الجمعة كما نحن المسلمين، فرفضوا ذلك اليوم وأحبوا يوم السبت، وهم بطبعهم يجادلون كما وصفهم الله عز وجل في القرآن: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هم يجادلون، فأعطاهم الله عز وجل ذلك يوم السبت، ولكن حرم عليهم الصيد في ذلك اليوم. فهم بغبائهم أرادوا أن يتحدوا الله عز وجل، رموا الشباك بيوم الجمعة وجبدوها يوم السبت يوم الحد، حتى يعني لا يطبق عليهم أنهم اصطادوا يوم السبت. فانقسموا إلى 3 فرق: فرقا اعتدوا على ما حرم الله عز وجل، وفرقة جاءوا إليهم وقالوا يعني لما خالفتم ما أمر الله عز وجل به، وفرقة ذهبوا عند الذين نصحوا وقالوا لهم لما نصحتموهم. فستقولون وما دخل هذا بالجزائر؟ سأقول لكم إخوتي الجزائريين، كيف في هذا الزمان غلى علينا السمك حتى صار الجزائري لا يستطيع أن يأكل السمك، والسمك ولا شيء كبير ومفرط فيه. وهذا هو ما ننظر احنا المسلمين. الله عز وجل قال لنا في محكم تنزيله: إن عدة الشهور عند الله 12 يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. 4 حرم هذه فيها الصيد حرام. وانظروا في الجزائر، أهنالك باخرة أم قارب صيد يحترم الأشهر الحرم؟ وأنتم تعرفون كل هذا، وأي جزائري سيقول لي نعم. إذن فنحن نشارك هؤلاء الناس بشرائنا عليهم السمك في الأشهر الحرم. فأنصح كل أخي مسلم جزائري أن يعرف من هم أشهر الحرم ويمتنع عن شراء السمك في تلك الأشهر، لأنها حرام صيدها، ولا نشارك من يصطادون في الأشهر الحرام. وستعرفون أن الفرقة الثالثة التي ستقول لي لما قلت هذا ولما هذا، وأنهم ينطبق عليهم الفرقة الثالثة الذين ذهبوا عند الذين نصحوا في أهل السبت وقالوا لهم لما نصحتموهم. وأسأل الله منكم هذا مقتطف بسيط حتى أعرف وأوعي إخوتي الجزائريين على ما يحصل من أمور تحسبونها هي هينة وهي عند الله عظيمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله عز وجل في محكم تنزيله: تحسبونه هين وهو عند الله عظيم. أنتظر تعليقاتكم إن شاء الله على الفيديو، وأسأل الله أن يبلغ هذا الفيديو كل أخي جزائري حتى نفهم ماذا يحدث، لأن الأمر ليس بهين. نحن أمة أمرنا الله عز وجل في سورة الكهف العجيبة، وقد سبق في الفيديو عرفت لكم أن السمك هو أحسن غذاء للعلم وللفهم، ولننمي أطفالنا على الذكاء والخبرة بأكل السمك، وهو الذي أمر الله به نبيه موسى ليأخذه عند ملاقاة الرجل الصالح أو العبد الصالح الخضر عليه السلام. فأرجو من الله أن توصلوا هذا الفيديو في أقرب، وكلوا السمك إخوتي المؤمنين، إذا استطعتم كلوا السمك، فإنه أحسن غذاء للعلم وللفهم وغذاء للمخ. وهذا، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.